معقول ما نعمل معروك برمضان؟ المعروك هي أكلة الملوك، أكلة سورية بالتمر محشية وفي منها حشوات كتير ونكهتها خرافية. ما في أطيب منه مع كاسة الشاي بعد الإفطار. خلونا نشوف المكونات وطريقة تحضيره كيف. كيلو طحين بنخلط معاه السكر اللي هو عبارة عن 200 جرام سكر، المحلب مع الصغيرة، شمرة مع الصغيرة، ظرف بيكنج باودر بديل محسن للمخبوزات، وظرف فانيلا. بعدين بنضيف الخميرة وبنخلط المواد الجافة أول إشي مع بعضها، وبعدين بنضيف عليها بيضتين بحرارة الغرفة لنعلي نسبة البروتين بطحين، و25 جرام من الزبدة كمان بحرارة الغرفة. ونبلش نعجن بالحليب أو المي شوي شوي. هلا أنا خلطت بين الحليب والمي، يعني حطيت أول شي 200 ملي من المي دافي و200 ملي من الحليب اللي بحرارة الغرفة، شوي شوي لحتى حصلت على العجينة اللي أنا بدي إياها. هلا للأمانة أنا نسيت ضيف الشمرة والمحلب مع المواد الجافة، فأعطيت لهم شوية مي مع شوية طحين ورجعت عجنتهم لحتى حصلت على القوام المناسب. وبس خلص وعجن بالعجانة دعكتها كتير كتير منيح لحتى صارت طرية. وهلأ بتحسوها هي شوي دبقة، هي مو لأنه دبقة بدها طحين، لا، لأنه فيها سكر كميته منيحة. قطعت العجين تقريبا كل قطعة 100 جرام وخمرتهم قبل ما حتى تختمر العجين، وتركتهم يختمروا بقلب الفرن كالعادة. كنت محميته على درجة حرارة 50 مو أكتر، وغلفتهم بنايلون مشان ما تنشف الوجه تبعهم، وحطيتهم لحتى يختمروا. أخدوا معي بحدود الساعة للساعة وربع تخمير. وانا قررت احشيهم بعجوة التمر وجوز الهند مع الزبيب وشي سادة. فانتو فيكن تحطوا شوكولا، فيكن تعملوها بالجبنة، هذا الشي بيرجع لإلكن، وكل واحد بفضل المعروك تبعه بالطريقة اللي بتناسبه. فانا بلاقيهم هدول اطيب الشي وبذكرونا بايام زمان، ايام سوريا لما كنا فيها. الله يرجعنا الى سالمين غانمين يا رب. وهيك طلعوا معي بعد ما اختمروا بالمرحلة الأولى. فأخدتهم وبلشت شكل فيهم مثل ما شايفين، بدهن شوية زيت وبمسح الباقي لحتى ما تلزق على المكان اللي نحن عم نشتغل فيه. وبعدين بفردها بالطول وبالعرض. انتو بقى كيف بدكم تحشوها هذا كمان الشي بيرجع لكم، او كيف الشكل اللي انتو بتحبوا تحشوها هذا الشي بيرجع لكم. فأنا حشيتها هيك، أخدت شوية عجوة، كنت دعكتها كتير منيح بالسمنة. ولازم تسكروا الجوانب منيح إذا حابين تعملوها بهي الطريقة. هلأ في ناس بتحب تشكل كتير أشكال، فأنا بحب على الطريقة المعتادة اللي نحن متعودين عليها. وأنا بحب السمسم كتير يكون ظاهر فيها، فحطيت السمسم وبلشت أفرد عليها، وآخر شي سكرت الجوانب وقطعتها تقطيع لحتى يظهر بقلب منها التمر. ورجعت خمرتهم بقلب الفرن، ومن السفل كنت حاطة مي مغلية لحتى يتضاعف حجمها. وقبل ما تشوون دهنوهم ببيضة مع شوية نسكافيه عشان ما تعطي زنخة. وبس يطلعوا دهنوا وجههم بالسمنة تكون دايبة. وبس هيك كانت الوصفة. إن شاء الله بشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.